زميلي احمد عفيفي، بنواصل لقاءاتنا مع جماهير نادي الزمالك. معنا اصغر محلل كروي في مصر ساجد. بنقول النهارده رايك في المباراه وتشكيل نادي الزمالك. مستر اناسيو بدا المباراه بتشكيل، هل ده التشكيل ده مرضي بالنسبه لك؟ اولا برحب بيكم، برحب بكابتن عفيفي واستوديو دي سي رائع. برحب بيكم وبقول ان التشكيل النهارده كان فيه بعض الغيابات اللي هي اثرت في التشكيل، اللي هو زي طارق حامد اللي كان اللعيب العمود الارتكاز اللي هو كان بيلم الكور من المدافعين، ده كنا مفتقدينه جدا، وكان بيلعبوا على الحته دي ان هو اي كور نازله من الدفاع كانوا بياخدوها كلها، وكانت بانت في اخطاء علي جبر والونش ان هم كانوا بياخدوها كلها ويروحوا على الكوره. وكان المفروض ايمن حفني يكون موجود، لان اللي كان يقدر يحل زون ديفنس بتاع فريق اتحاد العاصمه ايمن حفني، ده اللعيب الوحيد في مصر اللي يقدر يعمل كده في زون ديفنس. ساجد، خلينا نقول النهارده غياب ابراهيم صلاح، غياب طارق حامد اثر في تشكيل الزمالك النهارده. لان ما كانش فيه اللعيب النص الملعب اللي هو يأدي وينزل يلتحم وياخد الكور من المدافعين، دي كان افتقدناها كتير جدا وراحوا لعبوا عليها. وكان في ايضا كانوا بيلعبوا كور خطيره جدا ورا الدفاع، ورا فتوح وحسني فتحي، وكان الوينجرز ارهقوا الباكات بتوعه. المحلل الصغير ساجد بصراحه برافو، برافو فعلا والله. عادة بتطلع من الماتشات دي بتسمع ناس بتتكلم عن الروح والقلب و لكن الناس احيانا بتفتقد او بتتجاهل بعض النقاط الفنيه اللي اتكلم عنها ساجد بشكل الحقيقه. انا مكسوف من ساجد ان بعد كده حلل بعد اللي هو قاله، لان انا معجب جدا بتحليله، واتمنى ان شاء الله ساجد يقدر يكون معانا بعد كده وهو يحلل لنا، لان انا معجب جدا جدا بالكلام اللي قاله.